ها، خلصتوا من الشغل يا اسطى منصور؟ لسه يا استاذ محفوظ. لسه ازاي؟ الساعة بقت 5 ولازم الشغل يتسلم الليلة. يا فندم احنا بقالنا 9 ساعات بنشتغل وفاضل 300 متر من المقطوعيه. يبقى لازم تسهروا عشان تخلصوها. مش ممكن يا فندم. مش ممكن ازاي؟ احنا بنشتغل اكتر من الوقت اللي حدده القانون وما بناخدش اجر عن الوقت الاضافي اللي بنشتغله. يعني ايه؟ عاوزين تاخدوا اجر اضافي؟ طبعا ما دمنا بنتعب وبندي العمل حقه. ده كلام فارغ. انتوا بتستغلوني، عايزين تخربوا بيتي. بالعكس يا فندم، احنا بنطالب بحق من حقوقنا، ما بنستغلكش. انا ما اعرفش الحقوق دي. اللي بيشتغل عندي لازم يسمع كلامي والا هفصله. الكلام ده كان زمان. قصدك ايه؟ القانون دلوقتي بيحمي العمال من الفصل التعسفي. المسألة بسيطة، هفصلكم فصل مش تعسفي. ازاي؟ ده شغلي انا. اتفضل بلغ زملائك ان اللي مش هيسهر هينفصل. وايه العمل دلوقتي يا استاذ محمود؟ بصفتي محاميك انصحك تدي للعمال حقوقهم بدل ما ياخدوا حقهم بقوة القانون وتدفع غرامات اضعاف المبلغ المستحق له. يعني مفيش حل غير ده؟ لا مفيش. طيب اديني مهلة افكر في الموضوع. حودني، عالج الموقف بسرعة بدل ما تضيع عليك فرصة التفاهم مع العمال. شوف، انا عاوز اشغل عندي عمال يسمعوا الكلام من غير اي اعتراض وما يطلبونيش باجور ولا باي حاجة. وجنسهم ايه العمال دول؟ عمال ملاكي. عمال ملاكي؟ ايوه، عمال يكونوا ملكي زي العربية بتاعتي تمام. مش عمال بأجرة زي التاكسي كل العداد ما يشتغل ياخد فلوس. كويس والله. طب وهتلاقيهم فين العمال دول؟ هدور عليهم في كل مكان، هشتريهم بأي تمن. الكتالوجات وصلت يا أستاذ محفوظ. كتالوجات العمال الإلكترونيين. أيوة، اتفضل اتفرج. وريني كده. ياه، ايه ده؟ ده عامل قوة 20 حسان. وده صنايته ايه؟ ده بيشتغل نساج. عال قوي، اهو ده الصنف اللي انا عاوزه. ده بيشتغل 50 متر في اليوم. ده هايل هايل. وبيتكلف قد ايه في اليوم؟ 20 قرش بس. عظيم عظيم. وتمنه كام؟ 300 جنيه. لا بقى التمن ده غالي قوي. ابدا يا حبيبي، التمن ده مش كتير على عامل بالقوة دي. ما بياكلش ولا بيشرب ولا بيلعب ولا بياخد اجازات ولا بيطلب علاوات ولا يشتكي في مكتب العمل. اطمئن حبيبي. العامل بتوع الشركة بتاعتنا ناس طيبين. بيسمعوا كلام. ما بيفهموش في المشاغبات دي. ايوه اتفقنا. بس بقى ايه، لاحظ ان عاوزهم عمال عزاب مش متجوزين. ليه؟ عشان ما يطالبونيش بغلاء معيشة او باعانات اجتماعية. خادر اتفضل امضي. والعامل ده مضمون قد ايه؟ الشركة ضمناه لمدة 3 سنين. اذا احتاج لقطع غيار تبقى على حسابك. زي بعض. بس في حاجة مهمة. ايه هي؟ ما تشغلش العامل دي اكتر من 12 ساعة في اليوم. ليه بقى؟ احسن يستهلك بسرعة. هم عمال شركتكم لهم قانون بيحدد ساعات عملهم؟ لا يا حبيبي لا. انما الاصول ان كل جهاز يرتاح علشان ما يستهلكش بسرعة. يعني اذا اضطريت اشغله اكتر من 12 ساعة هيروح برضه يشتكيني المكتب العمل؟ لا يا حبيبي لا. العمال بتوعنا متركب لهم جهاز تبريد للعواطف. جهاز تبريد للعواطف؟ ايوه. الجهاز دي ضد شكوى. ايوه. ضد زعل. ضد اضراب. حلو. ضد كل الحاجات دي اللي بيعملها العمال لما بيحصل سوء تفاهم بينهم وبين اصحاب اعمال. عظيم، الجهاز ده هايل خالص. امال حبيبي امال. وفي كمان جهاز ضد سرقه، ضد طلب بكشيش والحاجات اللي زي دي. يا سلام، ده يظهر ان العمال بتوعكم امنا. طبعا حبيبي، دول عمال موديل سنه 66. خلاص يا مستر جاك، خلاص ابعت هات الطلبيه دي باسرع ما يمكن. حبيبي، ما انتش عاوز كوماندا للعمال؟ كوماندا؟ ايوه، الاسطى الكبير اللي بيشغلهم. الكوماندا بقى ده ثمنه كام؟ دي ثمنه 400 جنيه. لا يا خواجه جاك، ده غالي قوي بقى. مش غالي ابدا حبيبي. امال ايه بس؟ الكوماندا اللي عندنا هو 80 حسام. ايوه. وبيشغل عمال كويس وبيصلح الغلط بتاعهم. ما فيش مانع نشتري كوماندا كمان. وهنستلم البضاعه امتى؟ بعد الشهر. تمام. حلو. انتوا لكم اي طلبات تانية يا اسطى منصور؟ لا، ما دام هتدفعوا لنا المكافآت والتعويضات واجره الشهر والانذار يبقى ملناش عندكم اي حاجه. وزملائك موافقين على كده؟ ايوه طبعا. طب وناويين تعملوا ايه؟ لو ان الشغل موجود في كل مكان الا اننا ناويين نعمل مشروع لحسابنا.
مشروع ايه ده؟ هنعمل مصنع نسيج هيساهم فيه كل واحد مننا بالمبلغ اللي هياخده منكم. وليه يا اخي ما تشتغلوش في اي مصنع تاني؟ في مصانع كتير عاوزانا، انما احنا عاوزين نشتغل لحسابنا عشان نرتاح من تحكم اصحاب الاعمال الجشعين. فعلا ده مشروع كويس وانا اشجعكم على تنفيذه.